في حاجات بتحصل حوالينا في الفن، في الكليبات، في الحفلات، حاجات بتعدي على الناس، بس اللي بيركز هو اللي بيشوف. المتنورين جماعة سرية بتختار مين يلمع ومين يختفي، ولو مشيت معاهم طريقك بيتفرش لك بالورد، ولو رفضت هتختفي فجأة. طب مين من الفنانين اللي ارتبط اسمه بيهم؟ أشهرهم محمد رمضان نمبر 1. في كليباته زي مافيا بتظهر رموز غريبة، عين واحدة، مثلث، حركة بإيديه بتشبه الإشارات السرية. ده حتى في لبسه اتكررت الرموز دي بشكل واضح. ناس قالت إن ده ستايل فرعوني عادي، وناس تانية قالت إن الرسالة مفهومة. شيرين رضا ظهرت أكتر من مرة في جلسات تصوير فيها رموز غريبة زي عين حورس ووشوم غريبة. الناس بدأت تتكلم، بدأت تسأل وتقول هي بتبعت رسائل ولا دي مجرد موضة؟ حسن شاكوش فرقعة مفاجأة وانتشار غريب، كليبات فيها صوت جرس مريب وخلفيات ضبابية. معظم الجمهور اللي بيتفرج على أغانيه بيقول اللي وراه مش حاجة بسيطة. ومين ينسى الحفلات المعينة اللي كانت بتحصل في مصر؟ حفلات كانت في أماكن غريبة وتوقيتات مخصوصة، الديكور كله عبارة عن أعين ومثلثات، حتى الجمهور لابس ألوان موحدة، والمسرح في رموز مش مفهومة. أما بقى المسلسلات فتعال أقولك، مسلسل لعبة نيوتن، المسلسل ده ظهر فيه برضه تفاصيل غريبة ورموز بتظهر بشكل غير مباشر، قصص عن انتقالات بين العوالم وصراعات مش بس بين الشخصيات لكن بين قوة خارقة بتحكم. والناس ساعتها بدأت تربطه بالمتنورين أو الجماعات السرية، وبتقول إن في رسالة خفية مش مفهومة ورا أحداث المسلسل. السؤال هنا بيقول هل المتنورين موجودين فعلا في الفن المصري، ولا دي كلها خيالات جمهور بيحب الغموض، ولا يمكن في حاجات لسه احنا مش شايفينها؟ كل اللي نقدر نقوله إن في حاجات مش مفهومة وبتتكرر.